السلام عليكم. مساء الخير ومساء النور للجميع، إخواني أخواتي. كيقول لك زيد نهار تسمع خبار، يا ريت تبارطاجيو لأن عندنا كلام مهم بزاف نقولوه بخصوص قضية الفنانة المغربية والمواطنة المظلومة، المواطنة التي اتفق عليها الأشرار. دنيا بطمة أدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول مغربية دارت لها مؤامرة أمام الملأ، ومؤامرة خبيثة ومن الناس خبثاء. دارت لها مؤامرة والجميع يرى ويسمع والجميع يتابع، ولكن للأسف في بلادنا ما عرفت، أنا ما كنتش كنتوقع أن في بلادنا يقدر يكون هاد الحقرة وهاد الظلم، لأن ارتباطي ببلادي كبيرة بزاف، وحبي لبلادي كيعرفوه الناس اللي كيعرفوني مزيان. حبي لبلادي ما عندوش حد، واحترامي للقضاء في بلادي ما عندوش حد، وتقديري لرجال الأمن في بلادي كذلك ما عندوش حد. والدليل على ذلك أنني في كل مهرجانات اللي كنت كنعمل في كل أرجاء الوطن كان دايما التكريم في نهاية المهرجان الناس ديال رجال السلطة والناس ديال الأمن في بلادي، اللي كنت أنا دائما كنسميهم عوينات بلادي. هما الأمن الوطني والدرك الملكي اللي كانوا وما زالوا هما اللي كيحرسونا وكيحضيونا وكيخافوا علينا وكيحميونا وكيخليونا نحسوا بالأمن والأمان في بلادنا. جات القضية ديال دنيا بطمة من البداية، بديت معاهم من البداية. كنت كنتابع عن قرب، ماشي غير في الميديا، ماشي في تابع الأخبار الخاوية ديال بعض الصحف، للأسف أنها تعد صحف مغربية، وهذا عار أن يكون عندنا هذا المستوى المنحط من الصحافة في بلادنا، مستوى منحط فعلا في الوقت اللي دار مؤامرة من هذا النوع. وكاين أدلة كثيرة كتبين براءة دنيا بطمة، وكتبين العكس، أن الجهة الأخرى متورطين حتى آخر رمق، متورطين حتى لودنيهم كي كنقولوا في هذه القضية هذه. وبأن دنيا بطمة واختها ابتسام بطمة ما عندهم حتى شي علاقة، لا من بعيد ولا من قريب، حساب حمزة بوبيبي، غير أنهم كيف كاع المغاربة كانوا كيشوفوا، كانوا كيدخلوا الحساب وكيتابعوا بحال كاع المغاربه. من منا لم يتابع بزاف ديال المواقع وكنشوفوها، كيعجبنا شي حاجه وما كتعجبنا شي حاجه، وهذه هي الحياه. ولكن في الوقت اللي بداو المؤامره، خططوا لها. وعلاش خططوا لها؟ لأن حسوا بأن الطوفان آت. دنيا بطمة آتية وبقوة، والدليل أن غير ديك المدة البسيطة اللي غير دازت واحد المرور بسيط في المغرب وفي الصحراء المغربية، فإذا بهم كتشعل فيهم النار، الغيرة والحقد والكراهية، شعلت فيهم العافية كي كنقولوا بالمغربية، شعلت فيهم العافية، وما قدروش يبلعوها، لأن النار كانت قوية. قال السي عبد الهادي الله يطول عمره ويحفظه. النار كانت قوية عليهم بزاف، ما قدروش يبلعوها، ما قدروش يصبروا. الغيرة والحسد بعض المرات كيكونوا أقوى من الموت.
فالغيره اللي فيهم والحسد اللي فيهم والسم اللي فيهم خلاتهم ينوضوا يديروا مؤامره. وانا كي قلت من قبل ومازال غنكررها ومازال غنعاود نقولها، انني ماشي غير انا، الشيطان نفسه وقف وقال لكم راكم اقوى مني، لانكم درتم مخطط يخاف منه بلاد على قدها تخاف منه. وهي البدايه بدات مع دنيا بطمه ومع عدد كتير قبل من دنيا بطمه، ابتسام بطمه وغير ما نذكروش الاسماء الاخرى اللي كلهم تقاسوا من النار ديال هذه المؤامره هذه ودخلوا للسجن. هذيك السيده كتقول لك كتضربوا في القضاء. حنا ما كنضربوش في القضاء، حنا كنضربوا في المؤامره اللي دارت وتقدمت للقضاء. حنا كنضربوا في اتقان المؤامره، حنا كنضربوا في الكره والحقد اللي زرعتي لنا في بلادنا، الفتنه اللي زرعتي لنا في بلادنا. حنا كنضربوا وكنقولوا اللهم ان هذا منكر، هادشي اللي درتي لنا في بلادنا راه المنكر، راه الفتنه، هذه هي الفتنه. الا كنتي ما كتعرفيش ودايره راسك مثقفه ودايره راسك مع اشنو، فراكي كتشعلي لنا العافيه في بلادنا. وحنا ناس مسالمين وما كنقبلوش بشي حد يجي يشعل لنا العافيه في بلادنا. كنمقتوه كنكرهوه، اي واحد يجي يدير لنا العافيه في بلادنا كنكرهوه وما كنحملوش نشوفوه. اي واحد يجي يقيس لينا بلادنا ويقيس لنا ولاد بلادنا وبنات بلادنا كنكرهوه. اللي كيقيس شي حد مغربي ظلما وعدوانا فيكون متاكد بان الجميع غادي يكرهوه. يا يكذب، يا يتبوحط، يا يدمع، يا يتوهم على عباد الله. كانت كذبه كبيره بزاف، كذبه ضحكات بها الشعب المغربي والشعب العربي، كذبه كبيره بزاف، تبوحيط والميكروفونات وحكا. انا عيطت لكم ياك نتوما جيتوا ساكنين لك في جلايلك، انت كتحركي وما كيعرفوك فين محركه. واش كتضحكي علينا؟ واش كتظني باننا حنا اغبياء ولا حمير؟ كتستحمري شعب وخص الشعب كله يوقف لك ويدعيك، لان كتستحمرينا، كتستحمري المغاربه، كتضحكي علينا. بقات لك غير ميمي لا اله الا الله، لا اله الا الله. قبيله كنت مع واحد المجموعه ديال العقلاء في بلادي، كنحترمهم كنقدرهم. قلت لهم شنو غيكون في هذه الاشكاليه ديال كلشي كيضحك قال لك ميمي السذاجه البراءه. قلت لهم بغاو يلصقوا لها تهمه انها كتبيع وتشري في الاطفال وانها كتصور الاطفال وان يعني مؤامرات اخرى من نوع اخر. دنيا باطمه قالوا لها حمزه مون بيبي، وهذه غادي يديروا لها لا اله الا الله. الله ياخذ الحق. بلادنا بريئه من هاد الاشكال ديال هاد الناس هادي. بلادنا بلاد الامن والامان، بلادنا بلاد الصالحين والشرفاء، بلادنا معروفه من زمان، بلاد ديال الحب والتفاهم. خذوا درس غير من الزلزال اللي وقع، خذوا درس باش تعرفوا شكون هما المغاربه، اللي جيتوا كتضحكوا عليهم، جيتوا كتستهزئوا بهم، جيتوا كديروا لنا الفتنه في بلادنا، جيتوا بغيتوا تشعلوا فينا العافيه شي كل شيء بالمؤامرات، بالخبث ديالكم. الخبث فيكم متورط. ديك المجموعه كلها اذا جيت نذكر لكم الاسماء راه ليستا اتونسيون، راه ماشي غير راس الحربه اللي كاينه، راه كاين مجموعه الاسماء. غادي يجي الوقت فاش غنذكرهم واحد كاع اللي مشاركين في هذه المؤامره غادي نذكرهم غنذكروهم. واللي كيأذي بلادنا وكيأذي شي مغربيه ولا شي مغربي ظلما وعدوانا الله ياخذ فيه الحق في هذه الليله المباركه عند الله سبحانه وتعالى، في هذه الليله الجمعه.
آخر جمعة في رجب، يا ربي تاخذ فيهم الحق كلهم، كل من شارك في هذه المؤامرة، وكل من أيد هذه المؤامرة، وكل من دعم هذه المؤامرة، وكل من أثنى عليهم، وكل من زاد شعل لهم تا هو نوافق وكيقول بصح. واش دنيا بطمة اللي فرعنات وطغات، ولا هاد الناس هادو اللي طغاو؟ بغيت غير نعرف واش كتظنوا بان ربي ما كاينش؟ هانتوما كذبتوا على المغاربه وكذبتوا على العرب وكذبتوا على العالم بئس اللي كذبتوا عليه وثبتوه. احنا مشينا معكم في هاد الخزعبيله ديالكم. هذه راه مأساة بلاد، هذه مأساة وطن، ان يكون عندنا ناس كيخططوا باش يدمروا ناس اخرين، باش يمسحوهم من الساحه. هذا راه التدمير الشامل، هذا هو الدمار الشامل اللي كانوا كيقولوا عليه. امريكان دخلت للخليج دمراته كامل على ود هاد الاشياء بحال هكذايا. انا كنقول هاد الناس هادو، اول حاجه هذيك ميمي راه مغربيه واخا عايشه في اوروبا، راه مغربيه، وراه بزاف اللي غادي يوقفوا معاها بالالاف وبالملايين. وهاد الليله هادي الالاف والملايين الناس كيدعيو في هذوك الناس اللي كيأذيو الناس، كيدعيو فيهم وكيطلبوا ربي سبحانه وتعالى ياخذ فيهم الحق. شكون انا مغربيه ديال بصح، ماشي ديال التزوير وديال اللايفات وديال البوز. انا كنهضر مع المغربيات الحرات، مع المغاربه الحرين، مع الناس اللي كيخافوا على بلادهم، مع الناس اللي كتحرق لهم دمهم في قلبهم وفي دماغهم ملي كتقاس بلادهم ولا شي حد من ولاد بلادهم بشي حاجه ديال الضرر وبشي مؤامره ولا بشي ظلم. مع هادو كنهضر، ما كنهضرش مع الخونه، كنهضر مع الناس اللي قلبهم حار على بلادهم وعلى ولاد وبنات بلادهم. ميمي درويشه، ميمي بنت بلادي، وانا اول وحده اعلن انا مع ميمي. انا كنت مع باطمه وما زلت مع باطمه، وغنزيد ميمي عندي في اللائحه، وما غاديش نسكت. الا كنتو نتوما كتظلموا فرحنا غنكونوا حنا هما الظهر ديال هاد الناس هادو. اجي نقول لك واحد القضيه باش تهني انت كاع من هاد فرع الراس كامل، ديري دعوه جماعيه ودعينا كاملين ودخلينا كاملين للحبس، ونوض الدوله تخسر واحد 4 ولا 5 المليار، ديرنا واحد الحبس كبير وتجمع المغربيات والمغاربه اللي كيدعموا دنيا باطمه باش تهناي انت وديك المجموعه ديال الاشرار اللي معاك. شنو رايك؟ فكره زوينه. يلا جري نميل في الكحل واطاك، يلا الكلاصو الكحل وجري، ولكن لبسيت برديله لان المسافه راه تكون طويله بزاف، المسافه طويله بزاف، لينا ما غاديش نسكتوا وما كنخافوش لينا انا في بلاد الحق والقانون. الا كنتي انتي سقنتي الدور بكيتي وتبوحتي وجمعتي لنا 70,000 صحافه و70,000 ميكرو وما عرفت اشنو، ودرتي واحد يا ريتك كتقولي انا الوطنيه ديال اش درتي لنا بالوطنيه ديالك اختي؟ حررتي لنا البلاد، درتي لنا شي حاجه في بلادنا، باش لنا كتحمقي، باش لنا حتى شي حاجه اخرى. الا كنتي انتي كتدافعي على البلاد وكتقول تهضري بالوطنيه، حنا راه فنينا عمرنا على وطننا وما عمرنا ما قلناها، ودمنا في ذا بلادنا بدون ما نقولوها، لان من العار اننا نبقاو كنتبجحوا وطنيتي. راه كنا وطنيين وكنا ولاد الوطنيين وكلنا عائلتنا ماتوا وما شنو، ما هضرناش، ما كنهضروش، لان ما كنمنوش على بلادنا، لان بلادنا فوق راسنا، وبلادنا اللي قيس بلادنا نحيدوا ليه عينيه نحطوها له الارض. اللي قيس بلادنا راه حنا ما ساهلينش، وراه حنا مغاربه. دخلها في بالك لا انت ولا دوك الاشرار اللي معك.
راه تقدروا تديروا اللايفات وكتدخلوا الفلوس وداكشي. حنا خليناكم كتاكلوا داك الحرام، كتاكلوا اللحم ديال ولاد بلادكم، كتاكلوا اللحم والشرف ديال ولاد بلادكم. درتونا ضحكه مهزله، ولاو مقصرين بينا عباد الله، كيشربوا بينا اتاي وكيقصروا بينا ويهضروا في هذه القضيه هذه. ما غاديش نسمحوا لكم، كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى ياخذ فيكم الحق. كل من شارك في هذه المؤامره هذه، كل من شارك في هذه المؤامره كنطلبوا ربي ياخذ فيه الحق في هذه العواشر هذه. وانا في هذا المقام هذا ما غاديش نسكت، اقسم بالله العظيم وحب بلادي وخوفي على بلادي وعلى ولاد بلادي وبنات بلادي، إما غادي نسكت لا اليوم لا غدا لا بعد غدا. وغادي نبقاو كنطالبوا من سيدنا مولاي يا مولاي، رجائي ورجاء بزاف والملايين ديال المغاربه، إعادة النظر في هذه القضية والتعاود بما يرضي الله، وبعيدا عن مراكش، تعاود عن أيدي قضاة شرفاء. أقسم لكم بالله إلا غتقلب الآية، أقسم لكم بالله يا مولاي أن غتقلب الآية وغادي بان الحقائق، غتبان حقائق كبيرة بزاف كتدمر بلادنا وكتدمر ولاد وبنات بلادنا. هاد المؤامرة دات فقط باش تمسح اسم دنيا باطمة ويتمسح اسم أي واحد غادي يديرونجي هاد الناس، خصو يتمسح ما يبقاش في هاد البلاد. كنطالبوا يا مولاي، كنتوسلوا لك يا مولاي، ارحمنا ارحمنا يا مولاي. والله ما بقينا عايشين فرحتنا، اقسم لكم بالله يا مولاي ما بقينا عايشين فرحتنا، لاننا لا نقبل الظلم في بلادنا، لا نقبل الظلم في بلادنا يا مولاي. وانا شخصيا كنعرف يا مولاي بانك لن تقبل بالظلم على شي حد من المواطنين المغاربه مهما كان وكيفما كان، لا تقبل الظلم على احد. فنطلب الانصاف يا مولاي، نطلب الانصاف والعداله، لا أطلب العفو يا مولاي، أنا أطلب البراءة يا مولاي، أطلب البراءة لمظلومة وإعادة النظر في القضية وإطلاق سراحها لبنيتها ولعائلتها ولينا حتى حنا، لينا حتى حنا. هاد القضية خلات هاد البنت هادي من دمنا ومن لحمنا، خلاتنا التصقنا بها أكثر من اللي كنا من قبل. كنا متبعين فينها ودابا ولات القضية قضيتنا، ولات قضية مواطن مغربي مظلوم. هذه هي المشكلة يا مولاي. فأنا أركع يا مولاي، أركع أمام الأعتاب الشريفة وأقبل الثرى بين يديكم يا مولاي. ارحمنا يا مولاي، إعادة النظر في هذه القضية المشؤومة، هذه المؤامرة الخبيثة يا مولاي. الله يخليك لينا يا مولاي، راك انت فقط، انت بوحدك اللي عندنا في هذه البلاد من بعد الله سبحانه وتعالى. انت بوحدك يا مولاي لما انت نضرعوا، لما انت نتوسلوا، لما كنطلبوا تتدخل في اسرع وقت يا مولاي، في اسرع وقت. لان عار يا مولاي ان تكون مثل هذه المؤامرات في بلادنا. في هاد العواشر يا مولاي كنترجاوك وكنتوسلوا لك تتدخل. الدنيا باطمة بريئة يا مولاي، تابعت القضية عن قرب ورأيت ما رأيت، اليوتيوب وغير اليوتيوب في فضائح ديال هذه المؤامرة كيفاش تركبات. إلا تبعناها بالترتيب غنلقاو الحقيقة. هذه هي المشكلة اللي عندنا في بلادنا، رغم الغلاء، رغم كل ما نعانيه في بلادنا، ولكن هاد الظلم، هاد المؤامرة دمرتنا من الداخل، دمرتنا مخنا من الداخل، بحيث أصبحنا نشك في كثير من الأشياء كنا نؤمن بها، وكنا نقول دائما بأن في بلادنا مستحيل تظلم مواطن مغربي أو مواطنة مغربية. فإذا بين ليلة وضحى قلبت لنا هاد المؤامرة، قلبت لنا المفاهيم وقلبت لنا حياتنا وخلتنا كنحسوا بالرعب وكنحسوا بعدم الأمان.
السيده ولات قابطه كلاصور وكتجري في المحاكم من هذا لهذا. يا مولا نوبه، لكن غير مولا نوبه. هاد الفساد اللي عندنا في النت راه خصو يتوقف. هاد التفرعين اللي ولاو الناس من والك كيفرعن على عباد الله لان عنده معارف ولان عنده ناس كيحميوه، فهادشي راه خصو يتوقف. لان هذا ولا خلق فينا الرعب، ولا خلق فينا الرعب اننا ما بقيناش قادرين نتيقوا. كيفاش بحال والو اي واحد يلصق تهمه لواحد يمشي يصنع ليه واحد المؤامره وواحد القضيه وهميه ويجيب الشهود مع عطا الله. هما دغيا جابوا الشهود، راه كانوا بالمحكمه كيسبوا كيعيروا ناس جايين ب 20 درهم عباد الله. ب 20 درهم جايين ناس جايين كيسبوا كيعيروا. هذه كلمتي اليوم. وإياك ثم إياك الاقتراب من أي مغربية أو مغربي. يا من نفذتم هذه المؤامرة في دنيا بصمة فلن نسكت. كونوا متأكدين هذاك الطبوحات وذاك الكذوب وذاك الميكروفونات ديالكم ما غاديش يدخلوا لنا لدماغنا، لأننا ماشي حمير. حنا ما كناكلوش التبن. إلا كنتي كتظني بأننا حنا راكي دوزتي الاولانيه ودازت لك بردا وسلاما وتيقوك البعض لان قالوا ما يمكنش تجي تكذب، ولكن الناس ملي شافوا تبعوا الحقائق لقاو القضيه فين وانت فين. بعدين المغاربه بعدين المغربيات ما تبقايش تلاهي وقتك لان ما عندك ما يدار تلاهيه بالمحاكم وبهذاك القنوات ديال الذل والعار. الله ياخذ الحق. هاد العواشر ما غاديش نسمحوا، ما غاديش نسمحوا لاي كان يأذي لنا بلادنا ولا يأذي لنا ولاد بلادنا. وما عمرنا ما غادي نسكتوا، ما عمرنا ما نسكتوا على شي حد كيأذي لنا بلادنا وأذي لنا ولاد بلادنا نهائيا. الظلم ظلمات يوم القيامه. الا كنتو كتفهموا يا بشر، الا كنتم مسلمين، فرا الظلم ظلمات يوم القيامه. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، انتم حللتوه بينكم لانكم ما كتعرفوش الله. كون كنتو كتعرفوا الله وتخافوا منه كون ما تظلموش الناس. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في هذه الجمعه هذه، في هذه الجمعه المباركه، في هذا المكان المبارك. الله ياخذ الحق، الله يبين الحق. انا كنطلب الله في هذه العواشر يبان لنا الحق ويبان لنا البرهان. الله ينتقم من كل من شارك في هذه المؤامره هذه، كل من شارك فيها من بعيد او قريب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا اخواني اخواتي.